السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ يلا نحضر فطار سهل وسريع ومش هياخد في ايدك وقت. كمان حلة على النار حطينا كده فيها معلقة من السمنة. كمان كنا ضاربين حوالي كده كيلو الا ربع من الطماطم، ضربناهم ونزلناهم على السمنة بتاعتنا دي كده. هنحط ايه؟ هنحط بهارين بس، ملح وفلفل. هتعملي ايه؟ هقولك هنعمل ايه، بس صلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنحط كمان واحدة ماجي، ودي اختياري، اللي حابب يحطها يحطها واللي مش حابب ما يحطش. حطينا فلفل اسمر وهنحط شوية من الملح، وهنسيب الكلام ده كله كده على جنب على نار متوسطة ياخد ويدي لحد ما يتسبك شوية. هنا بقى الطماطم على عين تانية كده علشان تاخد وتدي كده مع نفسها وتتسبك. جبنا بقى بصلاية خرطناها صغير، نزلنا عليها بمعلقة كده من السمنة. كمان هنجيب قرن فلفل كوبي كبير كده ونقطعه لقطع صغيرة قوي وننزلها على البصلاية، ونبتدي ان احنا نقلبها ونسيبها تاخد وتدي كده مع نفسها لحد ما تدبل البصلايه شويه. بقى سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى. وهنزل بربع كيلو من اللحمه المفرومه وابتدي اقلبه مع البصله ومع قرن الفلفل. بقى هننزل بايه من البهارات؟ فلفل اسمر، ملح، كمان شويه من الكزبره. والكزبره اختياري، مش عايزه تحطيها مفيش اي مشكله خالص، ولو حابه تحطي اي بهارات تانية بقى انت حره، بس هم كفايه الثلاث بهارات دول. طاسة على النار فيها زيت زي ما انتم شايفين كده، وكنت بقى جايبة بطاطس ومقوراها. والبطاطس دي النهاردة كانت في السوق ب5 جنيه الكيلو الصغيرة دي، فجبت 3 كيلو لانها بتبقى حلوة قوي بقى في الحشو. فابتديت بقى قشرتها وقورتها وهنبتدي نحشيها. وتعالي كمان بقى شوفي معايا الخرشوف لما طلعته. ادي اهو الخرشوف، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ولا اسود ولا حصل له اي حاجة خالص. مطلعة 2 لاني بس نفرين بس اللي عندي بياكلوا خرشوف والباقي بياكل بطاطس. هنا بقى كده والبطاطس طبعا عينينا عليها، طلعنا ادي الجوافه، ولا اسودت ولا حصل لها اي حاجه زي ما قلت لك، ولا تحطي عليها ليمون ولا تحطي عليها سكر ولا اي حاجه خالص. وطلعنا كمان برتقان علشان خاطر نعمله عصير من اللي احنا كنا شايلينه. بسم الله ما شاء الله، بصوا لونه زي ما هو، ما حصلوش اي حاجه خالص نهائيا. هنا بقى حطيت كده البرتقان في قلب الخلاط، وهنزل عليه بكوبايه ميه واحده مش اكتر. وكمان هنزل بكوبايه من السكر. وطبعا التحليه دي راجعه ليكي انتي، شوفي انتي بتحبي الحلوان بتاعه ازاي. وهضرب الكلام ده كله في الخلاط. سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى. وهبتدي ان انا اصفي العصير بتاعي. وطبعا العصير هنا تقيل ومركز، وانا طبعا هرجع اخففه تاني بس بعد ما اصفيه كويس جدا. هنا بقى كده بعد ما صفينا العصير بتاعنا كويس، بصوا تقيل جدا، فلازم ان احنا نخففه. فهخففه بحوالي لتر من الميه بالظبط. وهبتدي ان انا ايه اقلبه، ونبتدي ان احنا نعبيه في قلب الازايز بتاعتنا. اللي ما بيحبش يخفف هو حر. هنا بقى نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. هنبتدي نحشي بقى البطاطس بتاعتنا والخرشوف. طبعا سبت البطاطس لما استهدت شويه، وهبتدي ان انا احشيها، وهحشيها بايديا كده زي ما انتم شايفين. طبعا طريقتها سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، وفي نفس الوقت كانت الطماطم اتسبكت اللي احنا هننزلها على البطاطس. في ناس بتعمل الكلام ده ني في ني، بس انا مش بفضله ني في ني بصراحه. بحس طعمه مختلف شويه عن لما بنسبك ونعمل بطريقه امهاتنا بتاعت زمان. صلوا بقى على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا بقى بعد ما حشيت جبت بقى الصلصه بتاعتي. ادي هو دي اللي كنت بقول عليه في الخرشوف، ان الحشوه تفضل جوه الخرشوف وما تنطرش بره. وبقيه اللحمه اللي اتبقت حطيتها كده زي ما انتم شايفين على البطاطس. هننزل بقى كده الصلصه بتاعتنا. حابه تسوي في الفرن دخلي في الفرن، حابه تسوي على البوتاجاز زي انا بحب اسويها على البوتاجاز من فوق. فكل واحد طبعا على حسب هو بيحب يسوي ازاي، فرن شغال بوتاجاز من فوق شغال. حلة بقى كده على النار، ونزلت فيها بمعلقة من السمنة. وكمان هنزل بشوية شعرية. الشعرية اللي أنا بحبها بصراحة قوي وبرتاح فيها هي المصرية، بجد مكرونة المصرية كمان حلوة قوي. يعني بصوا من أجمل حاجات. ولسان العصفور بتاعتهم تحفة برضو، لما باجي أعملها حلوة قوي، نسبة النشا فيها مش كتيرة، فبتبقى طعمها حلو قوي. خلاص الشعرية بتاعتي هي اتحمرت، هنزل على طول بمعيار الرز بتاعي كده واديها تقليب مع الشعريه والرز كده مع بعض، قبل ما احط ميه وقبل ما احط ملح ولا اي حاجه خالص. ما حطيتش اي حاجه خالص نهائيا لسه. بقى كده هنزل بالملح بتاعي، وكمان هنزل بمعيار الميه. والرز في الاول زي ما احنا متفقين بنعلي عليه، وبعد كده بتحطي شياطه بتوطي عليه على اصغر عين عندك،
وطبعا بيطلع معاكي مظبوط، وما بيطلعش معاكي بقى ولا لازق ولا معجن ولا اي حاجة، طالما انت حاطة معيارك مظبوط وتمام. خلاص بقى المغرب خلاص هتدن دلوقتي. حضرنا الفطار بتاعنا، رز بالشعرية حلو جدا، وكمان ادي البطاطس بتاعتنا تحفة، وكمان الخرشوف بتاعنا بصوا بقى وجماله، اللحمة ثابتة فيه ازاي، ما تحركش ولا شمال ولا يمين، وشوية كده من المخلل اللي احنا عاملينه مع بعض. ويا رب فطارنا النهاردة يكون عجبكم، واقول لكم السلام عليكم.